السلام عليكم. ازيك يا شباب؟ أخدنا في المحاضرتين اللي عدوا. عرفنا ايه هو الفاينانشال اناليسز، عرفنا مين اللي بيستعمل فاينانشال اناليسز، وعرفنا ايه هي الطرق اللي بيعمل بيها الفاينانشال اناليسز. تمام. خدنا في المحاضرة التانية ايه هي الفاينانشال اناليسز، عرفنا ان في performance analysis وفي الفاينانشال ليفريج اناليسيس. تمام. عرفنا ان كل واحده من دول سواء البرفورمانس او الفاينانشال في تحتها مجموعتين او بندين. البرفورمانس كان في تحتها البروفيتابيلتي والافشنسي، والفاينانشال ليفريج كان تحتيها الليكويديتي والسولفنسي. تمام. دلوقتي احنا هنبتدي ناخد اللي هو البرفورمانس ريشيو، وهناخد منها البروفيتابيلتي ريشيو النهارده. تمام. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان البروفيتابيلتي ريشيو زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت، هي عباره عن ثلاثة ريشيوز بتكون فيها جروس بروفيت مارجن ريشيو، وكان فيها اوبريتنج بروفيت مارجن ريشيو، وكان فيها نت بروفيت مارجن ريشيو. تمام. فاحنا هناخدهم بالترتيب. اول حاجه الجروس بروفيت مارجن ريشيو. بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ان الجروس بروفيت مارجن ريشيو can be calculated from income statement. يعني انا عشان اجيب الجروس بروفيت لازم اجيبه من قائمة الدخل او الانكم ستيتمنت. since the net sales after deducting the returns ناقص الكوجز اللي هي cost of goods sold بتساوي الجروس بروفيت. احنا عارفين الكلام ده من انكم ستيتمنت، بتكون فيها الجروس بروفيت بيساوي ايه؟ بيساوي النت سيلز. يعني النت سيلز دي بجيب الجروس وبطرح منه كل المرتجعات اللي تمت. تمام. بطرح منها الكوجز اللي هي الكوست اوف جود سولد، هتديني جروس بروفيت. انا بقى لما اخد هنا النت سيلز ماينس الكوجز اللي هي دي، واقسمها على النت سيلز، ده هو الجروس بروفيت مارجن ريشيو. تمام. بيقول لك بقى الكلام ده بيساعدني في ايه؟ بيقول لك ان هي it helps business owners and professional advisory assess company financial health and track the company performance over time and comparing with companies in same field. ايه معنى الكلام ده؟ بيقول لك ان انت لما تعمل gross profit margin بتساعد صحاب الشركة والبروفيشنال ادفيزوري اللي هو الشخص اللي بتجيبه الشركة عشان يديها استشارات، ان هو يعمل ايه؟ هيشوف الكومباني فاينانشال هيلث، يعني صحة الإدارة أو صحة المالية للشركة دي، ويقدر إن هو يعمل تراك على الكومباني بيرفورمانس، يشوف أدائها على مدار الوقت، ويقدر إن هو يقارن مع شركات تانية في نفس الفيلد ده. يبقى بكل بساطة أنا عندي البروفيتابيلتي ريشيو بتيجي من الانكم ستيتمنت، لان ده هيكون متكرر معايا ان هي بتيجي من الانكم ستيتمنت للثلاثه. تمام. عرفنا الجروس بروفيت مارجن، بجيب النت سيلز الاول، بجيب الجروس بطرح منه ريتيرن وبطرح منه الكوكس، هيديني جروس بروفيت. معنى كده ان الجروس بروفيت اجيبه ازاي؟ الريشيو بتاعها بجيب النت سيلز ماينس الكوكس على النت سيلز يديني الكلام ده. وعرفنا ان مين اللي بيستعملها وبتفيده في ايه. تاني حاجة الأوبريتنج بروفيت مارجن ريشيو. إيه الأوبريتنج بروفيت مارجن ريشيو ده يا باشا؟ قال لك إن الأوبريتنج بروفيت مارجن ريشيو can be calculated from income statement. تمام. since the net sales نفس الكلام after deduction returns minus COGS. هنا بقى أضاف لك إيه؟ السيلينج general and administrative expenses، يعني هطرح البند ده كمان. تمام. هيديني الأوبريتنج بروفيت. So the gross profit margin ratio، المعادلة دي اللي أنا جبتها النت سيلز ماينس الكوجز ماينس سيلينج جنرال ادمنستريتيف على النت سيلز هيديني الجروس بروفيت مارجن ريشيو. قال لك الريشيو ده بيفيدني في ايه؟ This ratio shows that if your company operating efficiency or no. يعني بما معناه ان انت لما هتاخد الاوبريتنج اكسبنسز من ضمن كده، انت بتشوف ادارتك كفء ان هي مصاريفها عالية ولا لأ، مصاريف الأوبريتنج نفسه بتاعت النشاط. فدي النسبة اللي بتفيدك فيها. تمام. if operating profit margin greater than its industry average so it's an competitive advantage. معناه الكلام ده لو انت طلع الاوبريتنج بروفيت مارجن ريشيو اعلى، النسبة اعلى
من متوسط النسبة للصناعة بتاعتك اللي موجودة بره في السوق، معناها كده انت عندك ميزة تنافسية. دي فائدة الاوبريتنج بروفيت مارجن ريشيو. يبقى الاوبريتنج بروفيت مارجن ريشيو بجيبه من قائمة الدخل، بجيب النت سيلز بعد طرح، ان انا الاول بجيب الجروس بطرح منه الريتيرن بطرح منه الكوجز والسيلينج جنرال ادمنستريتيف، هيديني البروتين بروفيت. يبقى البروتين بروفيت مارجن ريشيو هو المعادله دي نت سيلز ماينس كوجز ماينس سيلينج اند جنرال ادمنستريتيف اكسبنسز على النت سيلز. وعرفنا ان هي بتفيد مين. تالت حاجه واخر حاجه لمحاضره النهارده النت بروفيت مارجن ريشيو. تمام. بيقول لك ايه النت بروفيت مارجن ريشيو can be calculated from income statement سليم since the net sales minus all expenses هيساوي النت بروفيت. يبقى كده سهلة، انت هتجيب النت سيلز تطرح كل الاكسبنسز بما فيهم الكوجز، هتجيب النت بروفيت. So the net profit margin ratio هيساوي النت بروفيتس على النت سيلز بقسم على النت سيلز. يبقى كده اللي احنا لاحظناه ان في التلات ريشيو جبنا النت سيلز مقام، وكنا بنجيب معادلة بنقسمها على النت سيلز. The high ratio shows that companies pricing its product correctly and have a good cost control. معناه الكلام ده يعني انت لو طلعت عندك النسبة عالية بتاعت النت بروفيت مارجن ريشيو، يبقى انت كده بتتكلم ان انت عندك تسعير صح. تسعير صح ازاي؟ يعني بتسعر منتجاتك بشكل صحيح، وعندك المراقب التكاليف اللي عندك بيكون دقيق في ان هو يسعر لك المنتجات، عشان كده عندك ارباح عالية. useful to compare company with another in same industry. يعني بيقول لك ايه ان انت عشان تيجي تقارن بتشوف طبعا نسبة النت بروفيت بتقارنها مع شركة لنفس مجالك في السوق. يبقى كده النهاردة احنا خدنا performance ratio البروفيتابيلتي ريشيو بدأنا بيها. كده احنا performance ratio هيكون فاضل لنا efficiency. اخدنا اول حاجة الجروس بروفيت مارجن، عرفنا ان هي بتتجاب من الانكم ستيتمنت عن طريق معادلة نت سيلز بطرح منها الكوجز. الجروس بروفيت اللي هيطلع ده هو عبارة عن نت سيلز ماينس كوجز على نت سيلز، وبيساعد الاونرز بزنس اونرز والاستشاري ان هو يشوف الكومباني هيلث وتراك البرفورمانس اوفر تايم مع مقارنته بالشركات التانية. عرفنا البروتين بروفيت مارجن برضو بيجي من الانكم ستيتمنت، بيكون عبارة عن نت سيلز مطروح منها كوجز مطروح منها سيلينج اند جنرال ادمنستريتيف اكسبنسز. البروفيت مارجن ده الجروس بروفيت مارجن ده بيجيب لك النت سيلز ماينس كوجز ماينس سيلينج ادمنستريتيف اكسبنسز على النت سيلز. بيقول لك ان هو بيشوف الشركة بتكون كفاءة، عندها كفاءة إن هي تدير الإكسبنسز بتاعتها اللي هي خاصة بالجنرال administrative. Operating profit margin greater than industry average so it's an competitive advantage. يعني لو أنت عندك الريشيو ده طلع عالي كده معناها إن أنت وضعك التنافسي في السوق عالي، لأن أنت بتكون أعلى طبعا من المتوسط بتاع السوق للصناعة بتاعتك. النت بروفيت مارجن ريشيو النت بروفيت مارجن عرفنا ان هو بيجي من الانكم ستيتمنت عن طريق طرح النت سيلز ماينس اول اكسبنسز، هديك النت بروفيت. بتقسم النت بروفيت على النت سيلز، بيدي لك ان الهاي ريشيو بيكون ده للنت بروفيت، بيفيد الشركة ان هي تعرف نفسها ان هي كانت بتسعر صح، وان هي ماشية بكوست كنترول صح، وان هي useful to compare company with another in same industry. تقدر تقارن انت النت بروفيت بتاعك الريشيو مع الشركات لنفس الصناعة بتاعتك بره، عشان تعرف ان انت تشوف انت النت بروفيت بتاعك عالي ولا لا. كده احنا خلصنا البروفيتابيلتي ريشيو اللي هي من ضمن الجروب بتاع البرفورمانس. ان شاء الله المحاضرة الجاية ناخد الافشنسي، وان شاء الله موفقين.